تنهنئ الحكومه على انها ما تخباتش من وراء الازمات، بل بالعكس تشبثت بالاصلاحات الاجتماعيه. انا ما تنعقلش، ويذكروني السيدات والساده ويذكروني الحضور ان الحكومه جات وقالت لنا سمحوا لي انا ما عندي ما ندير لكم، هذا الشيء اللي كاين، بلا ما تعولوا عليا نزيد لكم في ميزانيه الصحه، بلا ما تعولوا عليا نصلح لكم التعليم، بلا ما تعولوا عليا ندير اصلاحات هيكليه. هذا الشيء ما كانش، وهذا هو الواقع. لذلك انا ما غاديش نطول بزاف، غادي نتفاعل مع بعض الامور اللي جات لنا السيدات والساده النواب، طرقوا لمجموعه من الامور، لكن كاين بعض الامور اللي ما يمكنش انها تفلت. غنتكلم على ملف التعليم. انا التعليم يعني تقال عليه بزاف الاشياء. المواطن المغربي اليوم الا شك في الاصلاح ديال التعليم عنده الحق، عنده الحق يقول لك راه ما يقدر التعليم ما يتصلحش، من حقه. اللي جا تيقول لي غنصلح التعليم، اللي جا تيقول لي غادي نصلح التعليم، ودابا بغينا المواطن المغربي يثيق من بعد ما سنوات ديال الخذلان تراكمات من ورانا. اليوم غنتسناو المواطن المغربي راه غادي يثيق بسهوله. الجواب هو لا، من حقه انه يشك. علاش؟ لان كانوا كيجيو كيقولوا له راه غادي نصلحوا التعليم، تيبدلوا المقرر، كيكون المنهل في البرتقالي تيولي المنهل في الاخضر، ولا كيولي المفيد في اللغه العربيه. هكا كنصلح التعليم. تنجي تنحلف على الاستاذ تنقول له راه ما غاديش نزيدك في الراتب ديالك. هكا هذا هو الاصلاح ديال التعليم. لكن اسمحوا لي نقول لكم بان اليوم الاصلاح ديال التعليم اصلاح هيكلي. اليوم 6% ديال الناتج الداخلي الخام موجه للتعليم. هاد 6% راه مهمه جدا، وتنطلب من السيدات والساده الحضور اليوم يقلب على هاد النسبه هادي، شحال كاينه في فرنسا وشحال كاينه في اسبانيا، حيت حنا كيعجبنا هاد الموديل. نبقاو نقلبوا في فرنسا واسبانيا شنو داروا، نقلبوا الميزانيات اللي المخصصه النسبه ديالها في الناتج الداخلي الخام شحال. راه غتلقاو 5% على اقصى تقدير، وغتلقاو 4% على اقصى تقدير في الدول الكبرى اللي اليوم حنا البعض كياخذها كمثال كيعطينا به الدروس. لكن ملي تنقول الاصلاح منظومه حقيقي، هو نهار كنرد الوضعيه الاعتباريه للاستاذ داخل المجتمع، ماشي تنتحلف عليه ونقول له راه ما غاديش نزيدك. الاصلاح الحقيقي هو ملي تنجيو ما تنقبلش ان المدرسه تكون فيها القطره وتنقرر انني نصلح المدرسه العموميه. الاصلاح الحقيقي هو انني ملي تندير اصلاح هيكلي جذري داخل المناهج، ماشي هذاك اللي مسكين ضعيف في اللغه الفرنسيه صافي يمشي في حالته، هذاك اللي ما عندوش اللغه يمشي في حالته، اللي ماشي قوي في الرياضيات يمشي في حالته. كنبقى ندير في الغربال حتى كيولي هذاك التلميذ كيطلع هو فيه الاحتقان. بطبيعه الحال غادي يخرج لنا واحد التلميذ اللي كاره الوضعيه، من طبيعه الحال. اشنو درنا ليه؟ هذيك الرقم ديال 300,000 تلميذ في الهدر المدرسي، هذا الرقم راه ما جابوش، ما غاديش يخلعونا به. هذا الرقم شكون جابو؟ راه جابو وزير اللي جا قال لك ها الوضعيه 300,000 تلميذ في الكوليج تيخرج من المدرسه. هاد 300,000 شنو الحكومه الحاليه هي اللي خرجاتهم. هاد 300,000 الا كان يخرج من الكوليج العمر ديالو عنده 13 عام او 14 عام، يعني لو كان ملي كانت عنده 4 سنين وكانت عنده 5 سنين درت ليه اصلاح ديال المنظومه، هاد التلميذ كان غادي يخرج من المدرسه؟ ما كانش غادي يخرج من المدرسه. وها هو خرج من المدرسه. لو كان انا درت ليه التكوينات المواكبه، ماشي بالضروره كلنا غنقراو وكلنا غادي نديروا يكون عندنا نفس المستوى، كلشي غيكون مهندس وكلشي غيطبيب. واش هاد الشاب هذا اليوم غادي يخرج غيلقى الشوماج وما غيلقى والو، غيلقى السواد قدامه؟ الجواب هو لا. خاصنا اليوم نكونوا واقعيين ونقولوا للمغاربه الحقيقه والواقع شنو هو. اصلاح المغرب لو كان دار على اسس صحيحه، وهنا يسمحوا لي نستشهد برجل وطني اكون له كل الاحترام رحمه الله، السي الوفاء، عندما تكلم على اصلاح منظومه التعليم كان واضحا. قال لك منظومه التعليم ما عمر هذا التعليم في هذا المغرب ما عمره غينوض الا ما صلحناش المنظومه.